السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اكلة السي فود. عارفين ان المشتريات اللي انا اشتريتها معاكم؟ عملت النهارده السي فود، عملت النهارده سمك الفيليه، وعملت كمان شوربة سي فود، وعملت كمان رز صيادية. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. احط بقى شويه زيت وانزل ببصلايه متقطعه صغنن كده. اول ما البصله تدبل معايا برش لها شعره ملح عشان تدبل على طول. بنزل بجزرايه مبشوره. عايزه اقول لكم الجزرايه دي هتخلي الرز بتاعك طعمه مختلف، طعمه مسكر. كل اللي هياكله هيسالك انت عملتي ايه. ومعلقه الهريسه اللي حشره نفسها في كل حاجه، ومعلقتين صلصه. بعد ما اقلب الهريسه انزل بمعلقتين صلصه كبار. ما عندكيش صلصه اضربي شفشق طماطم او اضربي 5 طماطمات. كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه للبنات اللي لسه يعني داخلين المطبخ. هحط بقى معلقه ملح، معلقه كمون، 7 بهارات، وكمان بهارات السمك. واول ما الميه تغلي بنزل بالرز بتاعي. اول ما بيتشرب بوطي عليه شمعة. ده السمك الفيليه اللي كنت شاريه معاكم في المشتريات. اللي ما شافش فيديو المشتريات يروح يشوفه. وتبلت هنا بقى السمك بملح وبهارات سمك وكمون وليمون ومعلقه هريسه صغنططه. ما تكتريش هريسه لانها حراقه جدا. تمام. وعصير ليمون وملح وتبلته كويس جدا. ومش عارفه ليه بعد ما تبلته في الطبق حطيته في كيس، مش عارفه ايه السبب. تعالوا بقى نعمل شوربه السي فود. نزلت بمعلقه زبده ومعلقه زيت وبعدين ببصلايه ورشيت عليها ملح عشان تدبل بسرعه. اول ما دبلت نزلت بفصين توم مفرومين، بعد كده نص قرن فلفل، وبعد كده بجزرايه مبشوره. وبعد كده كل حاجه لما تدبل انزلي باللي بعدها. بعد كده ورقتين لوري بقى. بصوا الريحه، مش عايزه اقول لكم على الريحه. بعد كده هنزل بقى بالسمك الفيليه والكابوريا، وكان في جمبريايه. انا مش مصدقه بصراحه، مش مصدقه ان بقى في شوربه سي فود دلوقتي بقى فيها جمبري. كان الاول الجمبري اكتر حاجه، دلوقتي مش بنلاقيه. بلح البحر طبعا يا بنات لازم نحطه في ميه سخنه جدا، ميه بتغلي علشان يفتح معانا، واللي ما تفتحش معانا ارميها يا جماعه، بتكون مليانه رمله. ونشوح ونقلب ونشوح ونقلب. وبعد كده نحط كرفس من الفريزر. ما عندكيش كرفس خلاص بلاش عادي. ونشوح ونشوح بقى. نجيب معلقه زبده ومعلقه زيت ومعلقه دقيق او معلقه ونص دقيق، ونشوح الدقيق لغايه ما نشم ريحته حلوه كده، يعني في شبه من البشاميل بس خفيف جدا. واول ما ريحه الدقيق تطلع حلوه ننزل بقى باللبن بتاعنا، ممكن كوبايتين لبن او 3 بالكتير. ونفضل نزود واحده واحده لغايه ما القوام يكون يعني يكون سايح قوي. نزلت بملح وفلفل اسمر، ونزلت كمان ببهارات سمك، ونزلت بمعلقه قشطه تعلي لي التست. شايفين البوتاجاز؟ اعذروني يا جماعه ومحدش يخيل على البوتاجاز عشان انا تعبانه وانا وبناتي بتمتحن الصراحه. بعد كده نزلت بالخليط على شوربة السي فود. وبعد كده نزلت مصمصت الطاسة بشوية دقيق بشوية مية علشان خاطر الحاجات اللي فيها تنزل، وبرده ما نزلتش. مش مهم. وسبتها على نار هادية بقى تستوي. تعالوا بقى نجي نعمل السمك. دقيق عليه نص معلقة كركم، توم باودر، ملح، كمون، بهارات سمك. وننزل بقى بالسمك الفيليه بعد ما تتبل حوالي نص ساعة او ساعة. كل ما سبتيه كل ما كان احسن. انا هنا قطعت الحتة 2 عشان تكفي بصراحة. انا عندي يعني بيحبوا شوربة السي فود جدا. وطبعا السمك مفيش غنى عنه. يعني انا متهيألي ان انا بعد ما اكلت السمك البرد زاد عليا. شايفين يا جماعة الطبقة متماسكة وجميلة جدا، وطعمه يا جماعة تحفة. طعمه يجنن، يروس كده، مش عايزة اقول لكم. تعالوا بقى موريكم شوربة السي فود وحلاوتك يا جمالك. انت لسه ما عملتيش لايك، انا شايفاكي ما عملتيش لايك. اعملوا لي لايك وشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.